فيلمنا بيبدأ مع كريس اللي بيبقى قاعد في مطعم هادي، وفجأة بتظهر بنت جميلة. لقطة سريعة بتشبه حلم، ولما بيركز بيلاقيها إنها مجرد تهيؤات. بعد شوية بنكتشف إن كريس مش شخص عادي، ده ساحر موهوب وبيستعد يطلع على المسرح وبيقدم فقرته قدام الجمهور. لكن وسط تسقيف الناس وانبهارهم بيه بنلاحظ إن في اتنين قاعدين بيراقبوه بتركيز غريب. نظراتهم مش نظرات جمهور عادي، أكيد وراهم حاجة. وبعد العرض بنشوف كريس في الكازينو بيلعب قمار، وساعتها بنكتشف إن عنده قوة خارقة، بيقدر يشوف المستقبل لمدة دقيقتين وبيستغل القوة دي علشان يكسب من غير ما حد يشك فيه. لكن لما بيقوم يبدل الفلوس بيلاحظ راجل شكله غريب بيدخل المكان، وفي ثانية بيعرف إن الراجل ده جاي يسرق المكان ويقتل الموجودين، فبيهجم عليه. بس أمن الكازينو بيفتكروا إن المسدس بتاعه فبيشكوا فيه وبيجروا وراه. وساعتها كريس بيستغل مهاراته وقدرته وبيقدر يفلت منهم بسهولة. بعدها بيخرج من المكان وبياخد عربيته، لكن الشرطة بتدخل في مطاردة معاه، وكريس بيجري بعربيته بأقصى سرعة لحد ما بيوصل لمزلقان، والقطر جاي بسرعة رهيبة وبيدمر العربية. لكن فجأة بنكتشف إن ده كان مجرد مشهد في دماغه، علشان كده بيزود السرعة أكتر وبيعدي قبل القطر بثواني وبيهرب من البوليس بكل براعة. الناحية التانية بنكتشف إن اللي كانت بتراقبه هي عميلة في CIA واسمها كيلي، وبتحاول تقنع رئيسها إن كريس عنده قدرات خارقة ويقدر يساعدهم. لكن رئيسها بيقول لها إن الوقت مش في صالحنا. لكن كيلي بتصمم وبتقول له إن كريس هو الوحيد اللي يقدر يمنع الكارثة دي. وقتها الرئيس بيقول لها قدامك 5 أيام بس، بعدها أنا اللي هتصرف. بعدها بنشوف كريس قاعد مع عمه وبيحكي له عن اللي حصل في الكازينو، وبيقول له إن في شرطية اسمها كيلي هتدخل عليهم دلوقتي. وفعلا بعد لحظات بتدخل كيلي وبتقول له إنها عميلة في CIA، وبتقول له إحنا محتاجينك لأن في ناس ناويين يدخلوا قنبلة نووية جوه البلد، وبقدرتك ممكن تنقذ حياة 10 مليون إنسان. لكن كريس بيتهرب منها وبيقول لها أنا مجرد ساحر وبس. وفي اللحظة دي كريس بيشوف اللي هيحصل في المستقبل، وبتدي كيلي أمر بالقبض عليه، علشان كده بيهرب بأقصى سرعة قبل ما يمسكوه. بعدها بشوية بنشوفه قاعد في مطعم هادي بيكون مركز مع الوقت كأنه مستني حد. وفجأة الباب بيتفتح وبتدخل واحدة، وبتكون هي نفس البنت اللي كان دايما بيتخيلها في دماغه. وقتها بيتخض مش مصدق انها قدامه. البنت بتدخل وبتقعد على الترابيزة، وكريس ما بيشيلش عينه من عليها وبيقرر يقوم يكلمها، بس في كل مرة بيروح بتصده وبيطلع ان كل ده سيناريوهات في دماغه. وبيجرب يشوف انهي طريقة ممكن تمشي معاها. وفي اللحظة دي واحد غريب بيجي ويقعد معاها، لكن لما بتشوفه البنت بتتعصب وبتزعق له. وساعتها كريس بيستغل الفرصة وبيتدخل علشان يساعدها ويبهرها بقدراته، بس النتيجة انها بتزعق له هو كمان. بس كريس ما بيستسلمش وبيفضل يحاول لحد ما في الاخر بيقدر فعلا يتعرف عليها. الناحية التانية بنشوف الروس وهم بيدخلوا القنبلة النووية للبلد. بعدها واحد من العصابة بيقول لهم احنا لازم نخلص على كريس لانه خطر علينا وبسببه ممكن العملية كلها تفشل. بعدها بنشوف كريس وليز قاعدين في مدرسة وسط الأطفال، وكريس بيحاول يبهرهم بشوية خدع سحرية، وليز قاعدة بتتفرج وعينيها كلها إعجاب بيه. بعدها بنشوفهم في العربية وبتكون نايمة على كتفه، ولما بتصحى بيبدأ يحكي لها موقف مضحك حصل له زمان، فبيخليها تضحك وبتبتسم من قلبها. بس فجأة الطريق بيقف وبيظهر عامل بيقول لهم إن الطريق مقفول بسبب المطر، وبيضطروا يقضوا الليلة في فندق صغير على الطريق. بيدخلها كريس الأوضة وبيروح هو ينام في العربية. الناحية التانية بنشوف البوليس بيقدروا يحددوا مكان عربية ليز، وساعتها بنشوف كيلي مع رئيسها وبيقول لها إن المهلة بتاعتها خلصت والروس دخلوا شحنتهم. لكنها بترد وبتقوله انها قدرت تحدد مكان كريس والمرة دي مش هيفلت مننا. تاني يوم بنلاقي كريس وليز قاعدين سوا، وكريس بيحاول يبهرها بخدعة سحرية وهي بتضحك بانبهار. بعدها بيبص لها وبيعترف لها بحبه وبيسرح بخياله لبعيد. لكن الفرحة ما بتكملش لان كيلي راكبة الهليكوبتر ورايحة لهم، وكأن القدر بيقول لهم ان اللحظة الحلوة دي مش هتدوم. بعدها بنشوف ليز خارجة من السوبر ماركت، لكن كيلي بتوقف
بتوقفها وبتاخدها جوه العربية وبتشغل لها فيديو الكازينو. بعدها بتقول لها ان كريس كان بيستغلها علشان يهرب مش اكتر، واحنا محتاجين مساعدتك علشان نقبض عليه، وكل اللي عايزينه انك تحطي منوم واحنا هندخل في هدوء ونمسكه. بترجع ليز الأوضة وبتحاول تبان هادية قدام كريس، وبره الفندق في قناص روسي مستني اللحظة اللي كريس هيظهر فيها علشان يخلص عليه. بعدها بنشوف ليز بتحط المنوم في العصير وبتدي الكوباية لكريس، لكنه قبل ما يشرب بتوقفه وبتقوله ان العصير فيه منوم، وفي واحدة اسمها كيلي هي اللي طلبت مني كده علشان تقبض عليك. كريس بيبص لها بثبات ومن غير ما يتعصب بياخد الكوباية ويبدلها بكوباية تانية وبيخرج يشربها بره الأوضة. بعدها بيرجع كريس للأوضة وبيقرر يوري ليز الحقيقة وبيخليها تشوف بعينيها ازاي هو بيشوف المستقبل، وبيقول لها بس لما بتبقي انت جنبي بشوف اكتر من دقيقتين. ساعتها ليز بتتخض. بعدها كريس بيكتب ورقة صغيرة وبيديها لها وبيقول لها نفذي اللي مكتوب وبعدها اهربي، ولو فعلا هتستنيني انا هلاقيكي. بعدها بنشوف كريس بينط من فوق الجبل والبوليس وراه بيطاردوه من كل ناحية وهو بيهرب بأقصى سرعة. في نفس الوقت ليز بتقرا الورقة وبتنفذ اللي مكتوب. وقتها القناص بيضرب طلقة ناحيته لكن كريس بيتفاداها في آخر لحظة. ساعتها بتظهر ليز راكبة العربية وبتخبطها في خزان المية علشان تعطل اللي بيجروا وراه، وبيقع الخشب والعربيات من فوق الجبل، وكريس بيقدر يتفادى العربية في آخر لحظة وبيكمل جري، لكن وراه مقطورة ضخمة بتقع بسرعة جنونية ناحيته. بعدها بيلاقي نفسه قدام كيلي ورافع المسدس ناحيته، بس فجأة الخشب بيقع من فوق الجبل ناحيتهم، ومن غير ما يفكر كريس بيجري عليها وبيسحبها قبل ما الخشب يقع فوقهم، وفعلا بيقدر ينقذها في آخر ثانية. وبعدها البوليس بيجي وبيقبضوا عليه، وفي نفس الوقت ليز بتحاول تهرب لوحدها لكن للأسف الروس بيقدروا يوصلوا لها. بعدها بنشوف كريس متكتف على الكرسي وكيلي واقفة قدامه. في الأول بتشكره انه انقذها، بعدها بتقوله انت لازم تعرفنا مكان القنبلة حتى لو هتفضل هنا طول عمرك. وفجأة بيشوف كريس المستقبل وبيشوف ليز في الأخبار مربوطة على كرسي، وفي لحظة القنبلة بتنفجر فيها وبتموت. وقتها كريس بيترجاها تفكه وهو هيساعدها. بعدها بنشوف كريس وهما بيدخلوه الزنزانة، لكن فجأة بيهجم على العساكر اللي حواليه وبيضربهم واحد ورا التاني بسرعة رهيبة، وبيرمي العصاية في الهواء بتطير واحد حرفيا، وبعدها بيطلع يجري والبوليس وراه. كريس بيجري وسط العربيات زي المجنون وكيلي والبوليس وراه لحد ما بيوصل لجراج وبيطلع فوق المبنى. ووقتها بنكتشف ان المبنى ده هو اللي شاف فيه ليز وهي بتموت. وقتها بتوصل كيلي وبيقول لها انهم هيقتلوا ليز هنا بعد ساعتين، فبتقوله ان الروس هم اللي خطفوها، ساعدني علشان نقدر ننقذها. بعدها بنشوف كريس ماشي بهدوء في الشارع وفجأة بيظهر القناص الروسي وبيضربه طلقة وبيقع كريس على الارض، لكن فجأة بتظهر طيارة هليكوبتر وبيصفوا القناص في ثانية. بعدها بنشوف كيلي وهي بتقومه وبتقوله مفيش وقت، لازم ننفذ المهمة في أسرع وقت. ساعتها كريس بيستخدم قدراته وبيشوف ليز وبيعرف رقم العربية اللي الروس هيحطوها فيها وبيبلغ كيلي، وفي نفس الوقت الروس بياخدوا ليز في العربية. الناحية التانية كريس والبوليس بيجهزوا نفسهم بسرعة وبيبلغهم كريس باللي هينفذوه بالظبط. بعدها بنشوف ليز في العربية وفجأة بيظهر البوليس وبيهجموا عليهم وبتبدأ معركة نارية ما بينهم، الطلقات جاية من كل ناحية. ووقتها بنشوف كيلي ماسكة بندقية وبتضرب على العربية وبيحصل انفجار رهيب والعربية بتتقلب. ليز بتحاول بسرعة تهرب وسط الضرب والنار، بس واحد من العصابة لسه بيلحقها. في نفس الوقت كريس مع البوليس بيهجموا على الروس وبيخلصوا عليهم، لكن للأسف الروس بيقدروا يمسكوا ليز وبيطلعوا بيها وسط البوليس علشان يحموا نفسهم، والمكان كله نار وطلقات. بعدها بيدخلوا مبنى وبيحاولوا يهربوا، بس كريس والبوليس بيفضلوا وراهم وبيدخلوا المبنى وبيدوروا على ليز في كل حتة. بس فجأة طلقة بتيجي في صدر كريس وبيقع على الأرض، بس كالعادة بيستخدم قدرته وبتبقى لمحة من المستقبل وبيقول لهم على مكان القناص وبيقتلوه فورا. بعدها كريس بيفترق عنهم وبيحاول يستكشف المكان كله بقدرته علشان يعرف مكان ليز. على الناحية التانية بتنجح كيلي انها تخلص على واحدة من العصابة. في اللحظة دي بيقدر كريس يعرف مكان ليز وبيتحرك بسرعة مع البوليس ناحية المكان. ساعتها الروسي بيرفع السلاح عليهم. كريس بيقوله انا شفت كل الاحتمالات وفي كل مرة هتموت. وقتها الروسي بيضرب عليه نار، لكن كريس بيستخدم قوته الخارقة وبيتفادى كل الطلقات.
الروسي بيحاول يفجر ليز، لكن كيلي بسرعة خارقة بترشقه طلقة في دماغه. وبعد كده كيلي بتاخدهم عند جهاز خاص علشان كريس يقدر يعرف ميعاد انفجار القنبلة. بس لما بيبص على الجهاز ملامح وشه بتتغير وبيقول لهم انا غلطت والقنبلة هتنفجر دلوقتي. وفعلا ما بيعديش ثواني وبيحصل انفجار رهيب والمكان كله بيتدمر حواليهم. بعدها بنرجع للمشهد اللي كريس كان فيه مع ليز، وبنكتشف ان كل الانفجارات اللي حصلت كانت لمحة من المستقبل في دماغ كريس، وعلشان كده بيقرر يودع ليز وبيقول لها انا عندي حاجة لازم اخلصها واوعدك اني هرجع لك. بعدها بيكلم كيلي وبيقول لها لازم اقابلك فورا، وفعلا بعدها بتوصل كيلي. دلوقتي كريس عارف ان القرار كله في ايده علشان يقدر يحمي حبيبته وكمان يمنع الكارثة قبل ما تحصل. وبكده تنتهي احداث فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والكومنت، ولو اول مرة تتفرج علينا اشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد في عالم السينما. اشوفكم في الحكاية الجاية، سلام.